السلام عليكم. صباحكم كده كله خير وبركة. صباح الكنافة بالمانجا، صباح المانجا والعسل والقشطة. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معانا وصفتنا بقى النهاردة، وصفة جامدة قوي قوي قوي. هنعمل لكم بقى طريقة كده حلوة قوي للكنافة بالمانجا. الكبات يعني كده بتاعت الكنافة بالمانجا. اهم حاجة ما تنسوناش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس. ويلا بقى ندخل نشوف الوصفة بتاعتنا كده عبارة عن ايه. انا اول حاجه هنا بقى معايا الكنافه، طبعا دي كانت في الفريزر فطلعتها ريتها كده بقى جامد يعني، نعمتها خالص وحطيتها بقى كده في طاسه على النار، على نار هاديه خالص. معلقتين سمنه بلدي كده ومعلقتين زيت، وطيت عليها النار خالص بقى، وايدك فيها اوعي تسيبيها خالص ولا ايدك تتشال منها عشان تبقى معاكي لونها ذهبي كده وحلو. معايا هنا كمان مانجا بقى، يعني انا قشرتها كده وقطعتها يعني ايه، خليتها بيوريه كده يعني، ولا خليتها قطع ولا خليتها ايه ان هي مضروبة في الخلاط، عملتها بالشوكة كده نعمتها شوية. ومعايا كمان هنا صوص شوكولاتة، ده كانت نوتيلا يعني عاملينها في البيت كده، كانت فظيعة والله العظيم فظيعة. طبعا انا خففتها بس كده بمعلقتين 3 بس كده يعني من اللبن. ومعايا هنا بقى كمان مانجا كده مكعبات، طبعا دي بقى للتزيين يعني حسب ما ايه انت هتزيني بيه. خلاص. ومعايا بقى كمان كريمة، حطيتها كده في كيس تلاجة يعني، وحطيت لها البلبلة دي يعني اي شكل كده بقى يعني، كده كده احنا مش اي حاجة يعني بقى انت حباها تبقى جاهزة معايا بس برضو للتزيين. اول حاجة بس معايا هنا الكنافة، انا هنزل عليها بس كده بشوية شوية من العسل الابيض واقلبه فيها كده. لو ما عندكيش عسل ابيض وعندك سيرب من اللي هو بتاع الحلويات التقيل ده حطي منه برضو، بس يكون تقيل يعني زي العسل الابيض كده. وهقلبها فيها كويس قوي لغايه ما تبقى معايا يعني، بصوا يعني بقت يعني ماسكه نفسها كده شويه، يعني ان هي بقت خلاص كده العسل كله متغلف فيها. بس ما تكتريش برضو عشان الحكايه كلها ما تسكرش منك يعني في الاخر. وهنبدا بقى ايه نطبق الكبات بتاعتنا، اي بقى بولات انت عايزاها، او اي مثلا ممكن كوبايات اي حاجه يعني انت هتحبي تعملي فيها. هتحطي كده طبقه من الكنافه، حاولي تخلي الطبقات كلها متناسقة يعني كده ايه قد بعضها، يعني طبقة برضو بقى كريمة طبقة بقى كنافة وطبقة كريمة، وهنفردها كده بالشكل ده. وبعدين هحط عليها بقى بصي، حط بقى طبقات زي ما انت عايزة يعني، ايه الاول ايه الاخر مش مشكلة. انا كان المفروض هنا حطيت المانجا الاول يعني، بس بقى ايه انا حطيت شوكولاتة مش هتفرق يعني. خلاص. حط بقى انت ايه زي ما انت حابة يعني. هنحط بقى كمان طبقة مانجا كده، وبعدين بقى هديها كمان بس رشة خفيفة كده على الوش من الكنافة. وزوقي بقى يعني زي ما انت عايزة يعني. هحط بس كده انا وردة كده بس بالكريمة على الوش كده وخلاص. طبعا كل طبق بقى يبقى مختلف عن الشكل التاني بتاعه يعني. نعمل معاكم بس كده كمان واحد. انت ضغطي على كده يعني، هي مش كبس قوي يعني، مش ضغطة ان هي تبقى جامدة معانا، لا انا بس يعني ايه خليها تبقى ماسكة نفسها كده يعني، طبقة ماسكة نفسها كده يعني. يعني اضغطي عليها بس كده سويها مع بعضها. طبقة كريمة بقى كده وطبقة مانجا، والله العظيم كان طعمها فوق الرائع. انا في المطاعم كل اللي بجد دقها يعني ما شاء الله شكر فيها جدا. بشوف كتير قوي من كده، زي بلبن. باللبن محل بلبن ده ما شاء الله ما شاء الله بجد، كانت مشهورة جدا ما شاء الله يعني. لو وصلتوا الفيديو ده مش هقول لكم 5000 متقفرش بس 5000 مش اكتر. ممكن 5000 شوية. هروح عند بلبن هعمل لكم فيديو عند بلبن. دي طبقة كده من الكنافة، طبقة كده تانية يعني تقلتها عن ديت يعني شوية، كبرت دي كده شوية اهو. دي شوكولاتة هحط بقى، لا مش مشكلة مش كل طبقة يعني، انت براحتك بقى كده. دي هحط عليها مكعبات كده مانجا اهو. الشوكولاتة هحط عليها بقى ايه شوية من صوص الشوكولاتة ده. انا الصراحة خففته قوي يعني، هو خف مني سنة يعني، كان المفروض يبقى تقيل عن كده برضه شوية. يا ريتني سبتها بقوامها بقى، ما علينا مش هتفرق كله هيتاكل. حطي واحدة في النص كده فوق. ده كده طبقتين معانا اهو، الطبقات بتاعته برضو اهي. نكمل بقى الباقي وارجع اوريهم لكم تاني.
دي بقى هنعمل ايه؟ حبيت اعمل واحد معاكم. اول حاجه بقى ايه؟ دينا بقى صممت والنبي يا ماما صوريني وانا بعمل واحد. يا بنتي مش هتعرفي تقول لا والنبي هعمل واحد. فحط بقى زي ما انت عاوزه، مش هقولك تحطي ايه. صح. اللي انا عاملاها دي يا جماعه تبقى بتاعتي يعني. اه لا تعمليها هتاكليها، حلوه وحشه بقى هتاكليها. انا بقول كده اتسويت حلو صح؟ هنبدأ بقى بالكريمة. تعرفي تحطي كريمه؟ ايوه امال عيب عليك. دي حته صغيره خالص مش عامله حاجه. ها حطي كمان في كده. ايوه اضغطي اضغطي عشان تنزل معاكي. حاسه كتير. لغوصي بقى اللي هتعمليه انت اللي هتاكليه. يلا حبيبتي، اي حاجه من ايدي حلوه. حاسه قوي 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 قوي. من ايدي. اعملي يا اختي اعملي يلا. تعمل ايه؟ معلقه. اتفضلي. لا بس هو انا ما عنديش خلق. انا اللي ما عنديش خلق والله. انت ما عندكش خلق، انا اللي ما عنديش. انا مش هفضل واقفه كده بقى، كان زاني خلصتهم. لغبصت الطبق ونيلت الدنيا. اي يعني. حاضر اي يعني انا انت اللي صح. هاكل. انا اسفه. مش انا اللي هاكل. فعلا. اتفرجي بقى على طبختي في حليتي من ايد رداي. حاجه تانية خالص. خلاص بقى مش هنقعد نعمل في الكريمه طول النهار. هتحطي ايه بعد كده؟ المانجا. اتفضلي مانجا. لما اكبر شويه كده يا جماعه افتح قناه باسم الحمد ان شاء الله. ايوه ما تكبر هتعمل قناه لوحدها. امال ايه يا يا مسهل. بعدين الشوكولاته اللي انت عاوزاه بقى. شوكولاته اكتر براحتي مش انا اللي عشان انا هاكلها. متضايقه من الشوكولاته دي. يا ريتني ما خففتها. يا ريتك ما خففتيها. يامي. واو 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 واو, واو. غرقت شوكولاته. لسه اللي هيتحط على الوش. تزييني بقى ده انا. تزييني. بعد كده هنحط ايه تاني؟ كنافه صح؟ كنافه. ماشي حطي اللي تحطيه. انما اتلخبطتني يا ماما. انا ما بغلطش، انت حره اللي انت شايفه اعمل ايه. المهم نخلص النهارده. يا مسهل. اما بعد اذنك. حاضر اديني ساكته. تزيين بقى الكريمه بعد اذنك يعني ناولها لي. خلصنا لنا الكريمه بقى. تقلديني. ايه يما عيب عليك يا يما. شاطره يلا. عايزه اجيب لكم الشاي وهي شغاله بس. مش عارفه اجيبها وهي شغاله مع بعض. احط هنا براحتك متسالنيش. ده طبقك انت حر. حلال عليا. حطيتها في بقها. احترت تحطها فين متحطه في بقها. تاخدي رايي. تاخدي رايي. ايه كده حلو. ليه؟ كده كده حلو صدقني كده احلى. طب ماشي اذا كان كده ماشي.
لا شطور. مش اي حد ولا فكرتك حاجة. هترش عليها كله كده تلخبطيها بوظي منظرها. انا مش اي حد يا ولا حاجة. طيب يا حبيبتي شاطرة يا اختي. يلا بقى هنخلص من الطبق ده النهارده ولا هنقعد نعمل فيه طول النهار؟ تان تان. ده بقى طبق رودينا ده طبقي. اللي هي هتاكله محدش يعك في الا هي. اكتب على اسمي. يلا شوي بقى كده عشان نكمل الباقي ده. هكمل بقى الباقي ومع نفسي كده وارجع لكم تاني. ان ازيكم يا جماعة؟ احنا جايين بقى في النهاية، مش نهاية قوي. بصوا خلصت كده الاطباق كلها غرفتها اهي. لسه ممكن فجأة تانية. عملتهم بقى كده شايفين الطبقات اهو. حطي بقى بس ايه بس ايه بصي بقى حطي زي ما انت عاوزه يعني. الطبقات دي بقى بصي زي ما انت عايزه. ده طبقه كده ده طبق. باينه. بصوا يا جماعة، كون منه احلى طبق. اه طبعا. طبق يعني ده طبعا يعني. زميلكوا ده احلى من اي طبق محطوط صح. صح. عملت بقى كده الطبق اللي هو على شكل قلب ده عشان احاول يعني اقلبه بقى، بس انا هحتاج احطه شويه في التلاجة الاول وبعدين ما اجي اقلبه كده معاكم هوريهولكوا يعني. يا رب يتقلب معانا يبقى مظبوط كده. فدي بقى كده كبات الكنافه اللي معانا، كنافه كده بالمانجا. استغلي وجود المانجا الايام دي واعملي حاجه حلوه كده لولادك بحاجه بسيطه خالص مش مكلفه. الطبق دي لو انت هتشتريه من اي مطعم ومن اي مكان يعني مش عارفه اقول لك هيبقى بكام. من اي محل حل طبق واحد بس. اي محل حلويات كده هتلاقي الطبق ده هناك يعني. لا كده لا فظيع يعني. خلاص حط ده بقى في التلاجة الاول وقبل ما اجي اقلبه هوريكم برضو الشكل النهائي يبقى شكله ايه يعني. ده بقى القالب بتاعه اهو بعد ما طلعته كده من التلاجة. هنحاول ان احنا نقلبه يعني ربنا يستر ويتقلب. متهيألي مش محتاجه ان انا اخليه يعني، بس انا ايه احتياطي وخلاص. لا اقول لكم انا مش هخليه. ماما خدش. نعم هاخد ايه. انا بصوا هقلبه وبظروفها بقى. متهيألي انه مش محتاجه اخليه يعني. خلاص يا ماما. طبعا بقى هنا اتقلب معانا اهو بس بعد معاناة يعني شوية. ده بقى شكله كده القالب من جوه شكله حلو قوي يعني. يا فنزاتي. فنزتك بيه. ده بقى كده الوصفة بتاعتنا النهاردة. ده طبق بقى هدي بقى ايه لابو العيال بقى. ده الطبق الكبير ده بقى لجوزي والعيال بقى ياكلوا الحاجات التانية دي. خلاص دي الوصفة بقى بتاعتنا ويعني جربي والله العظيم صدقيني مش هتندمي. يا رب تكون بقى الوصفة كده عجبتكم وتجربوها وتلاقوها كويسة معاكم جدا جدا. وما تنسوناش بقى في لايك وشير واشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصل لكم اشعار بكل جديد. ونشوفكم على خير ومع الف سلامة. باي باي يا فنزاتي.